ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. والروتين بتاع النهارده تشجيعي جدا، هتاخدي منه طاقه ايجابيه وكمان هتستفادي بيه وتقومي تخلصي كل التنظيفات اللي وراكي. لو اول مره بتشوفوا قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. هنبدأ مع بعض النهاردة تنظيفات العيد. ده أول فيديو من فيديوهات تنظيفات العيد. احنا نظفنا مع بعض التنظيفات بتاعة رمضان. طبعا في حاجات احنا ما عملناهاش او انا شخصيا ما عملتهاش، منها غسيل السجاد. طبعا في بداية رمضان او قبل رمضان كان الجو لسه شتاء وكان ساقع، ما ينفعش خالص ان احنا كنا نشيل السجاد ونغسله. فاحنا الفيديو بتاع النهاردة هنبتدي بيه. اول حاجة كده غسيل السجاد. الفيديو بتاع النهاردة بصوا مش روتين عادي، احنا هنبتدي فيه تنظيفات العيد. طبعا احنا نظفنا مع بعض في رمضان تنظيف عميق قبل رمضان، ففي بعض الحاجات ما عملناهاش او انا شخصيا ما عملتهاش، منها غسيل السجاد لان الوقت وقتها كان شتاء وما كانش ينفع ان انا اغسل السجاد سواء في البيت او في مغسله. ما ينفعش خالص ان انا كنت اسيب الشقه كده على البلاط. فخلاص الجو حرر وخلاص بقى نبتدي كده، يعني خلاص فاضل على العيد اقل من اسبوعين. فنبتدي كده نغسل السجاد والستاير. انا ابتديت زي ما شفتوا معايا كده في بداية الفيديو بالمشايات بتاعة الطرقة. طبعا المشايات ديت فاتحة جدا، بتحتاج تتغسل اكتر من مرة في السنة. يعني هي ما بصوا السجاد الفاتح دوت ملوش علاقة بقى بعيد تنظيفات شتوية تنظيفات صيفية. السجاد دوت ما بيستحملش اكتر من شهرين ولازم تغسليه، لان طبعا فيه ابيض. والسجاد التركي الفاتح كله كده عموما، يعني مش السجاد اللي هو بتاع ايكيا بس، اي سجاده فاتحه ما بتستحملش بالكتير قوي شهرين وتلاقيها ان هي عايزه تتغسل. فتعالوا نشوف هننضف السجاده ازاي مع بعض، وهقول لكم برضو هي عمليه ولا لا، بتنضف بسرعه ولا لا. اول حاجه انا استخدمت حوالي 3 رتل كده من الميه، حطيت عليهم برسيل. استخدمت برسيل اريال، تايد، اوكسي، اي نوع موجود عندك طبعا. شامبو سجاد، اي حاجه بقى انت بتفضليها في غسيل السجاد. اهم حاجه كلوروكس الالوان، بيخلي السجاد الفاتح اللي فيه ابيض أو الوان فاتحه، بيخليه ان هو ينضف بسرعه معاكي. لو في اي بقعه تطلع زي ما انتم ما شايفين، اللون الابيض ابيض زاهي وكمان الاسمر اسمر كده غامق، يعني السجاده ما تأثرتش بأي حاجة. بلاش تستخدمي لها بقى اي مواد كيميائيه تانية. هو الكلوروكس الالوان امن جدا على السجاد اللي بيبقى فيه الوان فاتحه. المهم ابتديت ان انا ادعك السجاده بالشكل دوت. طبعا انتم ملاحظين ان انا بدعك السجاده وبتنيها تاني، ما بشطفش. الخطوه ديت مهمه جدا، ان لو في اي بقعه بقى كمان في السجاده ما طلعتش معاكي في الدعك، الاريال كده والكلوروكس الالوان لما يقعدوا كده في السجادة شوية بيبتدوا ان هما يطلعوا اي بقعة موجودة. فانتي دعاكي ولفي كده السجادة واشطفي بقى في الاخر. ابتديت ان انا اسحب الصابون بالشكل ده. شايفين السجاده طبعا نطفت جدا معايا وبتنضف بسرعه وما بتشربش ميه. الخامه بتاعتها حلوه جدا عن المصري. طول لما بنزل السجاد دوت على القناه بتقعدوا تسالوني. هعيد لكم تاني، في نوعين، في نوع مصري وفي نوع اللي هو التركي المستورد اللي بتبقى خامته قطيفه. المصري دوت مش عارفه اسم الخامه ايه، بس هي بتبقى حاجه كده مسطحه شبه السجاد اللي هو بيقولوا عليه، معرفش كمبيوتر ولا ايه، اللي هو بيبقى بتاع المطبخ ده. المهم ان ديت خامتها قطيفة، بتنضف كده وبتملط معاكي في الغسيل، ما بتشربش مية، بتنشف بسرعة كمان. عملي جدا، هو بس متعب ان هو بيتوسخ بسرعة، فعايز ان انتي تغسليه باستمرار. ده العيب الوحيد اللي فيه. تمام. ابتديت بقى ان انا اشطف السجاده واسحب كده الميه بالمساحه. طبعا بفضل اشطف فيها لحد ما الميه تكون نظيفه خالص، ما فيهاش ولا صابون ولا فيها اي اتربه. حاجة مهمة قبل ما تبتدي التنظيفات بتاعة العيد، اعملي جدول لنفسك وادي لنفسك براح، بحيث ان العبادة بتاعة رمضان ما تتأثرش خالص بالتنظيفات دي. كمان ادي لنفسك يوم او يومين لو هتعملي فيهم كحك للعيد، فانتي الحقي بقى كده ظبطي الجدول بتاعك. طيب نفترض ان الشقة هتاخد منك 4 ايام او 5 ايام، بتبتدي ان انتي تفرزي في الفريزر عندك بانيه، شيش طاووق، كفتة، لحمة حواوشي، برجر، اي حاجة تكون سهلة على التحمير، على التسوية، على التسخين، بحيث ان انت لما تنضفي
نضفي كمان قبل الفطار مش بعد الفطار. بعد الفطار الجسم بيتقل وبيبتدي كده تيجي حالة من الخمول والكسل. المواعين ذات نفسها بنعملها بالعافية. فانتي هتشتغلي قبل الفطار، تصحي قبل الفطار بوقت كافي، الحاجة تكوني مطلعاها تفك بقى على التحمير على التسوية، هتسهل عليكي كتير. انتي هتشتغلي وتدخلي تسوي الحاجة ديت بس مش تقفي في المطبخ خالص. تعالوا بس اقول لكم هنا كنت بعمل ايه. طبعا دخلت بقى على البلكونه. اهم حاجه لو انت هتغسلي السجاد في البيت تنضفي البلكونه بتاعتك تنظيفه عميقه بقى، امسكيها كده الشيش بقى بالحيطان بكل حاجه كده ظبطيها. فانا شلت الدواسه اللي هي مفروشه في البلكونه اللي هي النجيله الصناعيه. بصوا بتنضف بسرعه جدا. انا ما دعكتهاش، انا بس كنت بديها ايه وش كده بالفرشه بالصابون عشان التراب اللي فيها. طبعا تقدري تشطفيها في البانيو كده، تحطي ميه باريال بشويه برضو كلوروكس كده عشان لونها يبقى زاهي وحلو، وتشطفيها من غير دعك خالص بتنضف بسرعه. جيت بقى للشيش بتاع البلكونه ابتديت اعمله كده من التراب بالفرشه ديت، وهشطفه طبعا بميه. لان هو بصوا انا ما بفضلش ان انا ادلق على الخشب ميه خالص، بس مره في السنه مش هيجرى حاجه. لان الشيش عندي كان مليان تراب بشكل بصوا رهيب. فانا عشان برضو اخف كميه الميه اللي انا هدلقها، مسكته الاول كده بالفرشه ديت، نفضت من عليه التراب على قد ما اقدر. وبعد كده بقى طبعا كان لازم ان انا استخدم الميه عشان طبعا الشيش ما يجيرش معايا. بصوا بقى انا لما بغسل الشيش بالميه وبصبن بقى الارض كده، وجو بقى الزحلقه بتاع الميه والصابون ده، بحس ان الشقه ابتدت ان هي تتنفس كده معايا وصيفت معايا. برضو الدولاب كده لما بطلع الهدوم الصيفي وعين الشتوي بحس ان الدنيا راقت حواليا، تحسوا ان الشتا بيعمل زحمه كده. المهم بقى عملت الضرفة التانية كده من الشيش. وطبعا الحيطان مسكتها بتاعت السور كلها داير ما يدور بالمية بالصابون، ورجعت شطفتها تاني بمية عادية عشان طبعا السجاد زي ما شفتوا معايا لونه فاتح، عشان بقى يعني انشره براحتي، اغيره للناحيتين، مبقاش قلقانه من حاجه. فالبلكونه شيء اساسي ان انت تنضفيها طبعا قبل غسيل السجاد. انا غسلت السجاده وسبتها تصفي ودخلت بقى نضفت البلكونه على ما هي ما صفت. الفيديو بتاع النهارده يا رب يكون عجبكم وتكونوا اتشجعتوا منه كده وخدتوا طاقه ايجابيه واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. شايفين بقى هنا طبعا كنت بلم الميه اللي وقعت من غسيل الشيش والسور. بصوا انا دلقت حوالي جردلين من الميه، فألمهم كده بالجاروف. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسيش تحطي لايك لو الفيديو عجبك.